انطلاقا من تجربتي المتواضعة في الحياة كفنان، كنشوف انه الشباب اليوم تأثر بالأجانب وتأثر يعني هو يعني انا كنشوف تأثر بالمسائل المفيدة مزيان جود، ولكن تأثر بالطريقة ديال التعامل او طريقة يعني اخلاق يعني اللي كتكون ديفرنت على تقاليدنا وعلى كيفاش حنا كبرنا. هذا هو الغلط. يعني يمكن لك تاثر بحوايج اللي هما مزيانين، حوايج اللي نقدروا تستافد منهم، اللي هما النظام اللي هما بعض المرات كتلاحظ انهم يعني عدونا في هذا الموضوع ديال النظام وديال كل حاجه في بلاصتها، وهذا يعني تقدر تاثر بحوايج اللي هما مزيانين. مثلا علاقتنا حنا بوالدينا، علاقه الانسان بوالديه، احنا كمغاربه او كعرب بصفه عامه دائما الابن كان كيحترم الوالدين ديالو. علاقه الاجنبي بوالديه ماشي هي علاقه العربي بوالديه. فمن هنا كنطلق، لانه انا بالنسبه لي يعني عندي الاخلاق الانسان كلها كتجي من التربيه الوالدين، وحنا لازم نحافظوا على على الوالدين ديالنا وعلى طريقه التعامل مع الوالدين، وديما نتذكروا ان هذوك هما المنبع ديالنا، ومنهم تعلمنا الاخلاق، ومنهم غادي نرجعوا لطريقنا اللي كنا فيه دائما. معليش نتعلموا منهم، ولكن نتعلموا منهم الحوايج اللي مزيانين. يعني أنا كنظن أنه الرجوع لله هو الطريقة الأولى اللي يمكن الواحد يتذكر بها أصله ويتذكر بها أخلاقه. والوالدين هادو هما اللي كيرجعوك أنه ترجع تفكر مرة ثانية أنه هذه ماشي أخلاقي، وأنا ما تربيتش بحال هكا. خاصني نكون إنسان كنشبه الوالدين ديالي، وإنسان كنمثل الوالدين ديالي، وإنسان مسلم، والمسلم دائما محترم. كنتمنى نعطي ميساج من خلال الأغاني، ومن خلال إن شاء الله هذا الفيديو إن شاء الله نتمنى أنه نكون ولو مثل بسيط للشباب، أنه ما نتغيروش، ما نتبدلوش على الوالدين ديالنا، نخليونا دائما مفكرين الله. يعني كاملين كل الناس كتغلط وكتعاود ترجع للطريق، نحاولوا ما أمكن ما نساوش الله، وخا نغلطوا نعاودوا نرجعوا الله، ونخليو الاسلام في قلبنا باش ما نخرجوش الطريق. الصدق كنظن خصو يكون في كل شيء، خصو يكون في الحياه، في الحب، في العمل ديالك. الا صدقتي في العمل ديالك اولا في الدراسه ديالك في اي حاجه كتوصل ضروري. ما ربي كيشوف انه انت صادق في العمل ديالك فكتوصل ضروري ما توصل. نتمنى اي واحد كيدير شي حاجه، اي شاب كيعمل شيء يعمله من قلبه ويكون فيه صادق، ضروري ما يوصل. الحياة هي الأخلاق، الحياة هي الأخلاق، الحياة هي الأخلاق. سيدي سعد، ألف شكر. شكرا، ألف شكر، الله يبارك ألف شكر. فيك. شكرا لك، الله يحفظك. الله يخليك. شكرا موفقك النبيل. بارك الله فيك. المعلم المعلم الحقيقي نعم هو المتخلق. يكون دمه بارد، سكتي مجال، تغلطي ما يدويش.